الجزائر ما اخويا ما كنعرفوش الجزائر شنو هي، انا كاع نهائيا كنعرف المغرب اللي كاين. هذا الشيء حنا ما بغيتش يتفهم لينا، حنا كاع ما دايرينهم في بالنا وما معبرينهمش كانهم ما موجودينش اصلا وهما دايرينها في بالنا. انا بغيت نفهم هذه علاش فيما كتنوض كتدخل شي باج فيسبوك. ابسط مثال، انت مغربيه في ساعه كيدوروا لك المعيار، ما نحن اللي ما نعيروهم، ولكن باش تعرفهم قوم سوفاج مأدبينش. داكشي اش كيديروا هكذا دايرينها في بالهم، مسروطينش ليهم بالعربيه، الحسد والسم والغيره. حتى هما ما وصلوش داكشي حنا وصلنا ليه، باقيين مبتدئين، باقي العقليه رجعيه. داكشي اش حنا حاطين في بالهم. ابسط مثال هذاك ديال ستار اكاديمي البارح، مال على ديك الحيحه، حتى ما مسروطينش ليها، هادشي يكونوا كاع ما حاطين في بالهم والله ما غاديين يديروا ديك الحاله بالحلوف كاع، ولكن حتى هما كاع ما مسروطين ليهم حنايا، حتى حنا عمرنا ما نتقارنوا بهم. حنا مغرب هما جزائر. واش عمرك شي حاكم مشلول غادي يدير ما ديروا حاكم حنايا كيضل كيخرج عندك في الشارع وكيهضر معاك ويدير لك موفر لك؟ اكيد هما دابا كيهضروا المغرب اهادي اهادي، مشاو بعدا بدو داك الحاكم عندهم دير كرسي وقال لك باغي يحكم بلاد. هذه قارن المغرب فين وفين المغرب باش يهضروا على المغرب؟ بزاف عليهم خاصهم تيشلوا فيهم ما عادش يهضروا. اخويا الظروف اللي عايشين فيها دابا مع حنايا مع الجزائر، هما اصلا حنا عقده لهم من ايامات فاش دخل عليهم الحسن الثاني، باقا عقده هذيك ما تسرطاتش لهم. علاش دخلنا لهم حتى الوران وهادي وكذا، اما راه كان الناس استعمروا دين امهم تمايا. الصراحه تقال هذه هي الهضره اللي خصني نقول لك. من الاخر ما كرهناش شي حرب اخرى تعاود تنوض، وحق الله على قبل هاد الشيء اللي دايرين لنا حاقريننا وما فهمنا فيهم والو. واش حاقرين؟ الشعب المغربي كيتحقر اخويا، حنا راه ما كنتحقروش وما غنتسرطوش لهم. هي 100 اصلا. الجزائريين كنقول لكم من هذا المنبر، الا كنتو خوتنا وحنا خوتكم، الحكومه ديالكم راه زيرو. سالينا في 89 الجزائر وعامليني مشيت على سائح وعامليني معامله سيئه ما فيها ما يتشاف كاع، لا البوليس ولا المدنيين، لا في لوطيل كاع، في لوطيل كاع قلت لهم فيقوني مع الفجر، ما بغاوش يفيقوا. قالت علاش نفيقوكم؟ من تما كان انا بعدا شخصيا انا واحد القضيه اللي تضرني في قلبي، حنا المغاربه تنبغيو الجزائريين هما ما تيبغيوناش، وتنعطيهم واحد الاهميه هما ما تعطيوها ليناش، لا في اذاعتهم ولا في التلفزيون ولا في حياتهم الخاصه. هذا ما كيعدل المغرب على المصالح ديالو، هو الهدف ديالو بعدا يزعزع الاستقرار المغرب، وهما كيحسدونا بعدا لحقاش حنا احسن منهم اصلا. كيشوفوا عندنا جوج بحوره وكيشوفوا عندنا بزاف د الحوايج اللي لافونتاج اللي فايتينهم، هما كيبغيو يخلقوا لنا المشكل مع الاخوان الصحراويين ديالنا، مع الصحراء ديالنا، حقاش الهدف ديالهم هو انهم بعدا يدوزوا للمحيط الاطلسي باش يكون عندهم الصيد البحري حتى هما في ديك الجهه، ويكون عندهم مرسى تما، وهذيك كيضربوا غير على المصالح ديالهم، وما هادشي كامل غير المصالح ديالهم وصافي. هذا هو الهدف، وهذا الشيء هما اصلا كي عندهم ديجا عندهم مشاكل معنا حنا في المغرب قديمه وهادي، وينساو الخير ديالنا، نساو الخير ديالنا اللي درنا معاهم حنايا ملي كانوا هما باقيين في الاستعمار وهادي. كما كنقولوا الجزائر من بكري اعداء ديالنا، كما كنقولوا الانسان نكر الخير، الجزائر ديما كنكروا الخير ديما كنديروا معاهم مزيان وكنكروا الخير، ويبقاو ديما اعدائنا، عمرهم ما يبغيو شي حاجه زوينه لينا. فهمتي، حنا ديما كنبغيو الناس الخير، ولكن المغرب ما كيبغيوش لها الخير. المغرب ديما كيبغي الناس الدول الخير وكيبغيها تزيد لقدام، ولكن حنا ديما